قضية السبج، عندي انعواج في العمود الفقري. نطلب من وزير الصحة يعاوني، راني مريضة مسليني مريض بيه جنبي كل بسط ربي تشلي ما رقدش خلاه. شوفوا حالتي يعاونوني، واني خوكم هو واحد ما يقدر يعيش كيما عايش انايا. شفتوا يا خوتي، تخيلوا الأولوية تاع هاد السلطة وين رايحة؟ في الحديد والقصدير يا خوتي، رايحة في الاستعراض. ولكن منسيين يا خوتي، لأنه البيدجي ما يكفيش. البيدجي تاع المينيستير دو لا سونتي تاعنا صغير، خلاه البيدجي تاع لارمي كبير باش نشري بيه طيارات جدد. أما الشعب معليش يا خويا، اصبر إن شاء الله في الجنة ونحتسبك من الشهداء ويديروا له بكورتك. فنتأسف أنه أبناء الشعب مساكن راهي تتعذب. اصبروا يا ولادي، وش راح نقول لكم حتى نهار ربي نوب وتكون وزارة الصحة على الأقل عندها بيدجي محترم. نواصلوا واحدة واحدة. السلام عليكم سي إبراهيم، أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك خويا. الله يحفظك خويا إبراهيم، مرحبا بك، راك على المباشر. الله يفيك، الله يحفظك. أنا مغربي، أول مرة نكلمك من فرنسا. مرحبا بك أخويا العزيز، أهلا وسهلا. بارك الله فيك، الله يحفظك، الله يطول عمرك. كبير. الله يخليك. نحوس برك هذاك الطفل اللي بينوه مريض، هذاك الطفل الصغير. مليح. هذاك اللي عنده سكوليوز، اعوجاج في العمود الفقري. نعم. إذا كان ممكن لي رونسينمون تاعو، سواء نيميرو التليفون أو لا إن أدريس، ولا عنده إن كونت داير له فهمتك. سوغ ان كونت باش تعاونوا ولا حاجة. هادشي نحوس. الله يحفظك يا خويا إبراهيم، ربي والله يا ربي يحفظك وشكرا لك. احنا ديجا نتمناو انه تسمع له وزارة الصحة. اذا ما كانش نداء نقدر نعطيك اخويا ابراهيم، ولكن ديجا والله راك كفيت ووفيت كما نقول. شكرا لك تما، الله يحفظك. كلمة أخرى على تبعت أنا السياسة. إنسان ديجا راني في التقاعد، إنسان كبير شوية، كبير ربي سبحانه. كلمة البارح قالها بكل صراحة، وأنا ما نقدرش نقولها، ولو قال الرئيس تاع الجزائر، ولو قال استغفر الله، ولكن هذه الكلمة كبيرة شوية، ما تقالش. كبيرة شوية صح، كبيرة. وأنا نسمعها كأسماء بعض المرات بعض الناس كنحضر راسي نقول يا لطيف اللهم احفظنا يا ربي الله يهديهم، هذا ما نقول. ولكن كلمة فريمون اللي لا إله إلا الله. صح. وش رايك انت مادام يعني من المغرب، يعني وش رايك في الديسكور اللي داروا الملك تاع المغرب، والناس قالوا راهو يتودد، راهم خايفين، وش رايك؟ هل تشوفيه بالعكس انسان يعني يفتح باب الحوار، ولا تشوف الخوف، ولا تشوفها حيله، ولا وش رايك انت القراءه تاعك؟ الراي تاعي كل عام في عيد العرش ديما يدو ممدوده ليهم. مرحبا بكم، ارواحوا نديروا نتفاهموا ونعملوا ونديروا ونتفاهموا ونديروا المغرب العربي وحنا جيران. ويعني اشنو خاصنا يرحم والديك. النص هنا بعدا في فرنسا نشوف بزاف تاع المغاربه مجوجين بجزائريات، وبزاف تاع الجزائريين مجوجين مغربيات. سمعتني؟ بزاف. ولنا انفاني للاسف الشديد. انا من القضيه من تاع 75 الى يومنا هذا، كيفاش يرحم والديك يقولوا كل عام يمدوا لهم يديهم، يقولوا لهم تعالوا نتفاهموا ونديروا 45 عام ولا 46 عام يا ربي. ما كاينش حل. واحد تقولوا هي بوليتيك، شويه سياسه. يقول لك الصحراء تعالوا نتفاهموا، ارواحوا نتفاهموا ونديروا حل. ارواحوا هذيك الصحراء كتقولوا ما عندكم فيها حتى حاجه، بصح بيناتكم ياك راكم تقولوا في الامم المتحده خليها عليه. ولكن اخويا ما نطولش معك في هذا السؤال. شكرا لك خويا ابراهيم. نعم، كل طرف يقول الاخر اللي مش حاب يحضر، سي نورمال كما قلت البوليتيك تفرق. شكرا لك. نواصلوا مكالمه اخرى. السلام عليكم السيده رشيده، مرحبا بك من المغرب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك السيده رشيده من المغرب. وي من المغرب. شكون معايا؟ معك لطفي راكي على المباشر في المغاربيه. شوف الله يرضي عليك، انا رشيده جو سي ماروكان دو باري. راني كنعيط لكم على حسب هاد لاشين كنتبعها دائما. بغيت على داك الولد اللي مريض. اسكو جو بو افوار سي كوردوني؟
est-ce que je peux avoir si il عنده un compte CCP بصح يكون CCP عنده هو ولا جارو ولا واحد من لا فامي ديالو. ها لو نيميرو التليفون ديالكم عندي، لا تعطيوه له ولا عطيوني النيميرو ديالو نتصل به. سي مانيفيك السيدة رشيدة، ربي يحفظك، شكرا لك. نو يا اوكان بروبليم. سي انا ما كرهتش والله، ما كرهتش ويعطوه الفيزا ويجيبوه يقعد هنا عندي ونداويه. الله يبارك يا اختي. جو سوي على غوتريت، جو فيان دافوار ما غوتريت يا 2 ans. راني بون ولادي قاعد جوجو، راني وحدي، ما كرهتش نجيبو عندي هنا للدار ونقعد ونداويه. هاو دوك عطاني ربي يحفظك يا سيدة رشيدة، شكرا لك، شكرا لك. ولا الاخر احنا خوت واحنا احباب والله يهدي ما خلق. امين امين، شكرا لك، شكرا لك، ربي يحفظك. ساعات الانسان يحبس، شفتوا خاوتي كون يعرفوا يستغلوا هذا الاخوه اللي بين الشعوب. رانا ديباسينا احنا للبريكس وما نعرف شو. تفضل اخويا المخرج، تفضل. معايا شكون؟ الو منير خويا من لندن، اهلا وسهلا. ابو منير عفوا. سي ابو منير، اهلا وسهلا، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا لطفي. معاك لطفي يا سي ابو منير، ان شاء الله تكون بخير. يا اخي الله يطول عمرك. الله يهديك، انا باغي نعرف هذاك الوليد الصغير، بغيت على حسابي كل شيء. انا اذا تعطيني التليفون ديالو ولا شيء ولا هذا شفت سبحان واتصل بهم. انا من المغرب ولكن مقيم في لندن، نجيبوا لنا لندن ولا شيء ولا اي شيء، انا نسوي كل شيء، ما في مشكل. يعني هذه لوجه الله، هذوك وليداتنا، وحنا احنا لا جزائري ولا مغربي ولا كل احنا مسلمين. انسان يتعاطف مع الفقير ومع الضعيف وشيء، نطلب الله تبارك وتعالى يشافيه ويعافيه. اذا اي شيء انا متصل بكم، اعطوني التليفون ديالو ولا شيء واتصل به ونجيبوه هنا لندن ونداويه ان شاء الله. ربي يحفظك يا خويا، والله شكرا لك. والله على راسي وعينيا، على راسي وعينيا. الله يحفظك. الجزائر كلها على راسي وعينيا. الله يحفظك. اي جزائري يجي عندي مرحبا به، اذا جا المغرب ولا جا هنا لندن على راسي وعينيا. شكرا لك، الله يحفظك، شكرا على الجاست يا خالتي، خاصة رسالة قوية، شكرا لك. شرفت مش غير يعني الإنسان المغربي، شرفت يعني الإنسان المسلم، الإنسان كإنسان في ذاته اللي يتعاطف مع خاوته، ما يخليهمش يضيعوا. شكرا لك. نروحوا مكالمة أخرى. ما سمعتناش الأخت ريما، معليش، ربما أخويا المخرج ما سمعتناش. السلام عليكم. وعليكم السلام الأخت ريما، أهلا وسهلا. معك نعيمة. نعيمة من المغرب. نعيمة ماشي ريما، شكرا. أنا نعيمة، مرحبا. من المغرب؟ نعم سيدي، أنا من المغرب. وشحال وأنا تعرف كنتمنى أنني نهضر معكم في هذا البرنامج، وفرحت ملي قبضتكم، والله سيدي لا فرحت قسما بالله العلي العظيم. الله يحفظك. لأن هذا البرنامج هذا برنامج ديال واش غادي نقول لك، ديال قبل ما يقول يكون دير حاجه اولا ديال الخير. اولا انا بدات طلبتكم على هذاك الولد اللي فوتو اللي مريض، وبغيت نعاون باش في العلاج ديالو، ولا كان ممكن يعني تشيلوا سميتي ولا الرقم ديالي ولا توريونا كيديروا الطريقه باش نساهموا في العلاج ديال هاد الولد هذا لوجه الله والاخوه اللي بيننا وبين هذا الشعب الكريم. الله يا ربي يحفظك. انا نصنت عليكم. شكرا لك يا اخت نعيمه، والله شكرا لك، والله خالتي عاود نحشم واش حنقول تما. شكرا لك والله. حطيت الفيديو هذاك قلت بالك الناس على الاقل يدعيوا له برك بالخير، وكيش ما يسمعوه السلطات ما كنتش نتوقع انه يعني، وخاصه عند خاوتنا بالمغرب، لانه الرساله راهي اكبر من الاعانه الماديه في حد ذاتها، وراكم فاهميني كثيرا يا اخي بزاف، فاهميني يعني. شكرا لك سيدنا نعيمه والله، وشكرا للناس الكل اللي اتصلوا، والله يحفظكم. هي عندها معاني كبار، ربي يحفظكم يا خالتي. وانا تتيح لي الفرصه كي اتحدث عن الاستعراض العسكري اللي كان غير مسبوق ايضا سياده الرئيس بمناسبه الستينيه، بحضور قاده الدول وبحضور العديد من المسؤولين يعني، وكان حضور نوعي وفيه
العديد من الرسائل، أو البعض فهمها أنها رسائل سيادة الرئيس، البعض فهمها أنها نداء للدول الشقيقة والصديقة الجزائر الموجودة، والبعض الآخر فهمها بأنه رسائل معينة تبعث بها الجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون. شفتوا خوتي في تفاهات، يعني شغل الشعب ويستنى فيك تحكي له درك انت على الاستعراض تاع العسكر. صحيح خوتي، رانا في اوت، رانا في اوت، استعراض خلاله لو 4 ولا لو 5 جويي فضت. لا نزيدوا نحاولوا نحكيوا على الاستعراض. وعلاه؟ لانه رساله للاشقاء. قولوا يا عزيزي الاشقاء، راهم كيشوفوا اطفالنا مرضى او قلبهم يتقطع يعيطوا في التليفون باش يعاونوا. الاشقاء يتعاونوا ليعرفوا قيمه الاشقاء، يتعاونوا يقطعوا، ينحاها من لحمه ويمدها، والاخر ينحاها من لحمه ويمدها، ونربيو جيل وشعب على هذا الايثار هذا وعلى هذه المحبه، ما نربيوش على استعراض باش نبعثوا رسائل بالسلاح احنا داخلين.